اللهم صل على خير البشر. اعملوا لايك واشتراك واضغطوا على الجرس ليأتيكم الجديد. ادعمونا في قناتنا الرياضية واكتبوا لنا في الكومنتات. إبراهيم دياز يتمنى المشاركة في الأولمبياد. ميسي المغرب. صرح إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد عن رغبته الملحة في تمثيل المنتخب المغربي في جميع المسابقات الظاهرة والعالمية، وخصوصا الألعاب الأولمبية في باريس، متمنيا أن يسمح له نادي ريال مدريد بالمشاركة في ألعاب الأولمبياد باريس 2024. في تصريح خاص لصحيفة بعد ظهور الأول بقميص، أكد دياز سعيه الدائم للمشاركة في مختلف المسابقات الذي يسمح له بها بدوره الهام في خدمة المنتخب المغربي. وقالت صحيفة ماركا: سأحاول أن أشارك في كل ما يمكن المشاركة فيه، في كل ما يسمح له بالمشاركة. في نهاية الأمر أن اللاعب لريال مدريد والقرار للريال، وأريد أن أقدم أفضل للفريق وللمنتخب. أي شيء يمكنني تقديمه على أرض الملعب، وسأكون سعيدا بقيامي بذلك. وأشار دياز أنه لاعب يتمنى لريال مدريد ويسعى جاهدا لتقديم الأفضل ما لديه من أجل النادي والمنتخب على حد السواء. واختتم الحديث بتأكيده على سعادته الغامرة بأنه أتته الفرصة لتتيح له مساهمة إيجابية على أرض الملعب ورفع اسم المغرب عاليا في محافل دولية. وقال والد الركراكي مدرب المنتخب الأول: سندعم مدرب منتخب أولمبي طارق سكيتيوي في حال اختيار دياز أو لاعب آخر مثل أشرف حكيمي. الأمر يعتمد أيضا على النادي، لأن المباريات التي تلعب في نافذة الدولية، لكن في حال أراد المدرب السماح له للريال ستكون سعادة رؤية في الأولمبياد. بدوره عبر فوزي القزع رئيس الاتحاد المغربي للعبة عن رغبته في مشاركة دياز في الأولمبياد. وقالت صحيفة ماركا الخميس: نريد أن يشارك إبراهيم دياز في الأولمبياد. وقالت الصحيفة: يذكر أن إبراهيم دياز قدم أداء مميزا في أول ظهوره مع المنتخب المغربي، يعزز فرصته في المشاركة في مزيد من المباريات مستقبلا. ميسي المغرب يمتعنا في مباراة المنتخب. اعملوا لايك واشتراك واضغطوا على الجرس ليأتيكم جديد. ادعمونا في قناتنا الرياضية واكتبوا لنا في الكومنتات. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.